ومع الشيخ منصور وأسرة الشيخ منصور، وكم هي السعادة الواحد يستشعرها مع الشيخ منصور وأسرته، ويتحدث عن أسرته ورحلته من الشك إلى اليقين. رحلة الشيخ منصور من الظلمات إلى النور، رحلة الشيخ منصور إلى الهداية. وبنستكمل حديثنا معاه وبنقول له يا مرحبا بيك وبأسرتك وانت معانا، الله يكرمك. ومرحبا بينا بأخونا عبد الله، أخونا عبد الله ابن الشيخ منصور، وزوجة الشيخ منصور وبناته، 2 من بناته، وأحفاده يوسف ومريم. شعوركم ايه وانتوا في الهدايه دلوقتي؟ يعني انت لو الواحد بيتخيل ان هو لو ما اعلنش اسلامه كان هو احساسه عامل ازاي؟ احنا بقى هنبدا، انت اللي هتكمل معاهم الحوار وهتسالهم واحده واحده عن احساسها باسلامها. يعني الإحساس الداخلي إن شاء الله. يعني الحمد لله رب العالمين. الواحد يعني سبحان الله، زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: مثل اللي يذكر ربه ومثل الذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالواحد إن شاء الله يعني كان في حياة كحياة، يعني زي ما تقول مدفون صاحي على الدنيا، مدفون صاحي. ولكن الحمد لله بفضل من ربنا، دلوقتي ما ربنا من علينا بالإسلام، فالواحد حس بحياة لها طعم تاني خالص. يعني إيمان، اللهم يعني صلى الإيمان الواحد دلوقتي الحمد لله رب العالمين. فبتفرق حاجات كتير قوي قوي قوي. يعني ما الواحد مثلا بيخرج من الظلمات إلى النور، فالواحد بيحس بطعم حياة غير الحياة. نورك نورك فجر طالع منه أبصرت طريق الجنة. والحمد لله رب العالمين. ما حسيتيش باي خوف او اي حاجه وانت بتعلني اسلامك مع ابو عبد الله؟ لا، ده فضل من ربنا. حسيت بطمأنينة، وقبل الإسلام كان فيه خوف من ناحية الأهل وكده، ولكن الحمد لله فضل من ربنا. الواحد طالما عنده يقين وعنده قوة الإيمان فبيهون عليه أي شيء في الدنيا. إحساسك يا حاجة وانت أول مرة بتنطقي فيها شهادتين، بتقولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ الإحساس ده لأني كنت أنا بتمناه من ربنا قبل ما أخد يعني قبل ما أخش على زوجي كنت أنا بتمناه من ربنا. فلما يعني هو أخبرني بالخبر فكانت فرحة، ما كانش خوف. زي ما حضرتك بقول لك، أنا أتمنى إن أنا أبقى من المسلمين. كنت شايف فيها الخير ده سبب ما أنا بقول. الله أكبر، ما شاء الله عليك. الأحاديث حتى كانت تقول مثلا أنا بحب طه، حبيبي طه، وهي كده. أيوة، ده فرصة، ده أصدار بقى اللي بيحب. يعني إن إحنا ما نبقاش من المسلمين، لأن في حياة غير الحياة. نعم، لازم يذكر ربنا. إحساس دي بنتي بقى وزوجها بقى الشيخ برضو موجود اهو، ربنا يبارك فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ربنا من علينا بالإسلام، نعمة كبيرة من عند ربنا، الحمد لله. والله الواحد لما بيقعد بينه وبين ربنا ويفكر في عذاب القبر وعذاب النار. طب احنا لو ما كناش مسلمين دلوقتي، كنا على ملة النصارى، كنا عملنا ايه؟ لما احنا مسلمين وخايفين من عذاب القبر وعذاب النار، امال هم يعملوا ايه؟ هم يعملوا ايه؟ فاحنا يعني احنا بنحمد ربنا الحمد لله على النعمة اللي احنا فيها، نعمة كبيرة جدا نحمد ربنا عز وجل عليها، وبنقول الحمد لله ونبس ايدنا وشه وظهره، الحمد لله اللي من علينا بالنعمة دي. أعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار. يعني احنا بنعبد ربنا، يعني العبادة اللي احنا فيها دي دلوقتي يعني مش حاجة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيعملوها، مش حاجة ما تجيش حاجة جنبه. فبنحاول بقدر الإمكان نعبد الله الحمد لله، ونحمد ربنا على النعمة اللي ادهالنا، نعمة كبيرة، أو دايما لازم نحمد ربنا عليها والحمد لله.
أعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار، أعوذ بالله منه. نسأل الله ان احنا نكون نجينا من النار، ربنا ينجينا من النار. ويعني كم هي السعادة وكم شويح القلب عندما اسمع هذه الكلمات، ويعني الاحساس فعلا ان الله عز وجل من على عبد واختاره من بين آلاف الناس بل ملايين الناس لينجيه من النار ويدخله الجنة. برضو أود أن أسمع شعور أختنا الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. بحمد ربنا الحمد لله ان احنا دخلنا في الاسلام، ان احنا بقينا من المسلمين، والحمد لله ان احنا يعني مشينا من النصرانية. الحمد لله ربنا من علينا وبقينا نعبد ربنا. هذا القرآن